الوصفة اليوم وصفة شتوية شعبية قديمة اللي هي القرصان. بسويها لكم بنفس طريقة أمهاتنا وجداتنا. نقدر نسويها بالقرصان الرطب أو القرصان الناشف. أنا سويتها اليوم بالقرصان الناشف. أول شي قدر ضغط على النار، حطيت البصل والفلفل الرومي الأحمر فلفل شقرة الحار مع سمنة أو مع لية خروف، حمستهم لين تسبكوا مضبوط. بعدين أضفت معجون الطماطم وقلبت، وأضفت اللي هو حبتين طماط قشرتهم قطعتهم ناعم، وأضفت للخليط كاس ماء أبيه يعني كذا يتسبك على راحته. بعد ما تسبك الخليط أضيف بابريكا وبهار مشكل وكمون وملح خشن، وأضيف اللحم. أقلب اللحم مع الخلطة هذه لحد ما تشربتها مضبوط. بعدين أضيف الماء، كمية الماء تكون زيادة لأني أبشرب فيه القرصان. أسكر قدر الضغط وأخلي اللحمة تستوي تقريبا 3/4 استواء. وبعد ما استوت اللحمة 3/4 استواء، بقدر ثاني حطيت الخضار اللي هي الخضار الكبار، هذه اللي بزين فيها وجه القرصان، وهي ما هي ضرورية، يعني خطوة اختيارية. حطيت تقريبا 3 مغارف من المرق وتركتها لحد ما تستوي 3/4 استواء، ما بيها تصير مرة ذايبة. طيب هذا هو احنا نسميه عقود اللحمة. أضيف الحين خضار مقطع قطع صغيرة مع حبحر شقرة، وممكن تضيفون اللي هو الليمون الأسود الكبار تفتحونه من الجهتين. طيب الحين عندي بصل مقطع ناعم، أضيف له سمنة أو لية الخروف وحمسه لين يتشقر. طيب الحين جهزت المكونات. هذا عقود اللحم والخضار والقرصان الناشف والبصل المحموس، أنا أحبه يكون كذا متحمر بزيادة، وهذه مسمنة، هذا بهار عشبي قديم، والبصل الني هذا ضروري بعلمكم ليش، والخضار اللي هي تكون كاملة. طيب جهزت الحلة، هذه الحلة هي نفسها هي اللي بدخلها بالفرن وهي اللي بقدم بها القرصان. حطيت مسمنة على البصل المحموس والبصل الني. بعدين أبدأ أجمع الطبقات. أول شي حطيت طبقة من البلول نسميه أو العقود الخضار، ما نحط لحم الحين، اللحم بالأخير. وحطيت طبقة من القرصان، بعدين طبقة من المرق العقود، بعدين طبقة من البصل الني، هذا هو اللي ينفش القرصان، بعدين طبقة من البصل المحموس. آخر شي على الوجه حطيت اللحم والخضار والفلفل الحار، وإذا في ليمون أسود حطوه. على الوجه حطيت الباقي البصل الني، البصل المحموس، ورشيت عليه من مسمنة. لو ما عندكم مسمنة حطوا اخلطوا ليمون أسود وسكر عليه على الوجه. الحين أغطي الحلة بورق زبدة وبعدين قصدير ورق الزبدة عشان ما يلصق اللحم بالغطاء، وضروري تخلون مساحة يعني كافية بحيث إنه ينتفش القرصان. الحين أدخله للفرن، الفرن مشغلته قبل أو على الغاز فوق، ياخذ تقريبا 45 دقيقة. طريقتنا أهل النجد والقصيم نحب إنه نسهره ما نقدمه على طول، ولا المرق يكون يعني كثير ولا يكون خفيف، المرق يكون هو الزين بحيث إنه بالأخير يطلع عندنا قرصان لذيذ ومتشرب النكهات، وما يكون لين مرة ولا يكون قاسي. الوصفة هذه الكل يحبها، الصغار والشباب والكبارين، خصوصا الكبارين بالعمر مرة يحبونه، أكلاتهم الشعبية القديمة. سووه مرة لذيذ ومشبع ومغذي ويدفي أيام الشتاء والبرادات، سواء غدا ولا عشاء. صحة وعافية مقدما على الجميع.